كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم وإن شاء الله متجمعين دايما في كل الأيام الحلوة والجميلة. كل سنة وانتم طيبين. الفترة اللي عدت يعني إيه ما كنتش عارف أواظب سواء في الرحلات أو في الفيديوهات بشكل يعني إيه المعتاد مني. وأنا بعتذر لكم على دوت لأن إحنا كنا مسحولين بحق الله في تصوير مسلسل الكينج والمتر سمير. وأنا أرجو إن المسلسلات ديت أو أدوار العبد الله يعني تنال إعجابكم فيها. وفي انتظار رأيكم بكل شغف. دلوقتي في شوية أسئلة كانت بتتبعت للصفحة أو تتبعت لي بشكل خاص، فأنا هاجاوب في السلسلة ديّة على مجموعة من هذه الأسئلة، وخاصةً الأسئلة الشائكة منها، وأرجو إن دوّة يكون يعني إيه مُريح ليكم أو فاتح لكم باب جديد للتفكير أو للاطمئنان للنتايج اللي إحنا هنوصل لها إن شاء الله مع بعض. وباشكر كل الcrew اللي شغال في التصوير أو في المونتاج أو في يعني إيه، أي مجهود بيتعمل عشان الفيديوهات ديّة تطلع في الوقت القياسي دوّة وفي الظروف الصعبة ديّة، فهتسامحونا على أي تقصير مش مقصود على الإطلاق. هاشرب بُق النسكافيه من اللي معايا دوّة وهو علي كافيه مش نسكافيه لإني مقاطع، وأتكلم معاكم في سؤالين انطرحوا وأنا شايف إن السؤالين متلنّكين أوي ببعض. السؤال الأولاني كان بيتعلق بإن إزاي إن إحنا كمصريين حاليين ما بنقراش اللغة المصرية القديمة أو بنتحدث بيها، وكان بيعتبر إن طالما إحنا ما بنعرفش نقرا مصري قديم يبقى إحنا مش مصريين أصلًا. ودي فرضية على الرغم إن هي تبان كوميدية لكن إحنا هنتكلم في تفاصيلها ونوضح ليه أصلًا ما بنتكلمش دلوقتي مصري قديم. هل إحنا فعلًا ما بنتكلمش مصري قديم؟ الحاجة التانية هي اللي سؤال بيتكلم عن شامبليون، وبيفترض إن شامبليون احتمال يكون أخطأ في الترجمة بتاعة اللغة المصرية القديمة، وإحنا يعني إيه ركبنا وراه كده، والحمد لله الموضوع مشي عمياني وإحنا مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، وعمالين بنعُك وخلاص. فالسؤال دوّة برضه أنا شايف إن السؤالين مرتبطين ببعض، فهنبتدي نتكلم لإن الترجمة بطبيعة الحال ما كناش هنضطر لها إلا أو نفك الرموز ما كناش هنضطر لها إلا لو كنا مبتعدين فعلًا عن الكتابة المكتوبة. أول حاجة لازم نفرّق ما بين الكتابة واللغة. اللغة أقدم من الكتابة في الأساس، لكن الكتابة هي أول خطوة في تكوين الحضارة بشكل حقيقي، بتبقى في خطوات سابقة بعدين الكتابة تحصل فتبقى ديّة اسمها حضارة، وعشان كده الحضارة المصرية القديمة من أقدم الحضارات، يعني هي من أقدم الحضارات اللي اخترعت الكتابة في الأساس، اللي هي الكتابة الهيروغليفية. اللغة المصرية القديمة واللي كان اسمها ميدونيتر واللي كان اسمها رائنكمت. ميدونيتر يعني الكلام الإلهي أو الكلام المقدس أو الكلام كلام المعبودات، والرائنكمت بمعنى فم مصر. وده طبيعي زي ما إحنا بنقول دلوقتي مثلًا يعني إيه، يتحدث بلسان إيطالي أو يتحدث بلسان عربي مبين أو يتحدث مش المقصود اللسان اللي هو حتة اللحمة، مقصود اللغة اللي بيتحدث بيها، وده كان عند المصريين القدماء بدل اللسان بيبقى الفم. هي ديّة اللغة اللي بيتكلمها المصري القديم، لكن كتبها إزاي المصري القديم؟ المصري القديم كتبها ب3 خطوط خاصة بالمصريين القدماء، اللي هو الخط الهيروغليفي والخط الهيراتيقي والخط الديموطيقي. بالمختصر وبشكل سريع، الخط الهيروغليفي هو خط العلامة الكاملة، يعني خط اللي بيبقى فيه الرسمة بتاعة العلامة الصوتية رسمة كاملة تمامًا. إيه أقصد إيه بالعلامة الصوتية؟ إن المصري القديم كان بيرسم رسمة بتعبّر عن حرف، لو افترضنا إنه حرف يعني. لإن هو ما بيبقاش حرف بالضبط، بيبقى إيه، علامة على صوت. في عندنا 26 رمز مصري قديم بيعبّروا عن صوت أحادي، وبعدين عندنا رموز كتيرة جدًا بتعبّر عن أصوات ثنائية وأصوات ثلاثية، وأحيانًا كمان بيقولوا أصوات رباعية. يعني إيه، يعني علامة واحدة بيتنطق بيها أكتر من صوت، اللي هو المستطيل مثلًا اللي مفتوح من تحت يبقى بير، ال3 سيور المربوطين تبقى مس، باء وراء وميم وسين. شكل رباط الصمدة لبعض الناس بتقول إن هو شكل الرحم وقناتيه فلوب اللي هو يبقى عنخ، عين نون خاء. شكل الخنفسة يبقى خبر، خاء باء راء. هي 3 أصوات مع بعضها أو صوتين مع بعضهم، علامات صوتية تبقى موجودة. فهو كان بيرسمها برسوم دقيقة جدًا في الهيروغليفي، وده اللي بيترسم على الحوائط بتاعة المعابد، وبيترسم في الحاجات الofficial جدًا واللي ليها الطابع الديني، الحاجات الرسمية واللي ليها الطابع الديني، عشان كده بيسمى بالنقش المقدس أو نقش العلامة الكاملة.
لكن بعد كده مع الوقت ظهر الاحتياج لنقوش تكون أكثر تبسيطًا عشان الكتابة اللي أسرع شوية اللي تتكتب على البرديات في الأغلب، وده الخط الهيراتيقي اللي هو الخط الكهنوتي. وعشان كده هنلاقي أغلب الكتابات المكتوبة بالخط الهيراتيقي على البردي في الأساس. أحيانًا بيتكتب برضه على الحجر، بس هو في الmain في الأساس بيبقى الأشهر على البردي، وأحيانًا كمان بيتكتب على حاجة اسمها الأوستراكا. الأوستراكا اللي هي شقفة الفخار أو قطعة الحجر الصغيرة اللي يكتب عليها. هيروغليفي كمان كان أحيانًا بيتعمل كده بالذات في المناطق التعليمية يعني. تمام؟ بعد كده في العصور المتأخرة ظهر خط تالت اللي هو الخط الديموطيقي، وده خط يعني إيه المعاملات اليومية السريعة اللي الناس كلها بتكتب بيها. يعني نقدر نشبه ال3 خطوط دول وكلّهم بيبقوا يعني إيه، تبسيط من اللي قبله. يعني هتبُص للهيراتيقي تلاقيه مُبسّط من الهيروغليفي. لو البومة كاملة في الهيروغليفي، فالهيراتيقي الoutline بس بتاع البومة، ولو هو الoutline بس في الهيراتيقي، فالديموطيقي يبقى يا دوبك علامة على الشكل بتاع الoutline دوّة، وهكذا. فنلاقي الموضوع أبسط في كل واحد من التاني، شبيه عندنا في اللغة العربية بالخط الكوفي والخط بتاع دوّة النسخ والخط الرقعة. إحنا لو بصينا ل3 خطوط، إحنا كعرب أو كناس بتعرف تتكلم عربي، بلاش كعرب عشان الناس أحيانًا بتتحسس من دوّة، لكن إحنا كناس بتتحدث اللغة العربية ب بنعرف نفرّق كويس جدًا ما بين الخطوط وبنعرف نقرأ بيهم. يعني بمعنى آخر لو أنت عندك عبارة زي عبارة محمد رسول الله، والعبارة ديّة مكتوبة بالكوفي، ومكتوبة هي بالنسخ، ومكتوبة هي بالرقعة، فهتلاقيهم أنت فاهمهم. لكن لو واحد بقى بيتعلم اللغة العربية وهو مش عربي، هيحس إن هو قدّام ورطة كبيرة، مستحيل يكونوا بالنسبة له ال3 جُمل دول شبه بعض. ديّة نفس الفكرة بالضبط في ال3 خطوط بتاعة المصريين القدماء، اللي هم الهيروغليفي والهيراتيقي والديموطيقي، ولكن علماء اللغة بيستطيعوا الربط بسهولة جدًا ما بينهم، ولمّا أنت بتتعلم بتكتشف إن الربط واضح جدًا وأنت ما كنتش واخد بالك بس منه في الأول. الأزمة دايمًا إن الناس أحيانًا بتفكر في الموضوع من منطقة الجهل. يعني إيه من منطقة الجهل؟ أنا عارف إن إحنا هنتكلم في قواعد كتيرة خارجية دلوقتي، لأن القواعد ديّة هتأسس لطريقة تفكيرنا فيما هو قادم، عشان كده هنقولها. أي علم موجود سواء علم قياسي أو غير قياسي، يعني علم زي الكيميا والفيزيا، ما ينفعش إن أنت تفكّر فيه وتقول منطق فيه بدون ما يكون عندك الحد الأدنى من المعرفة. أنا ما باقولش ما نفكّرش، لازم نفكّر ولازم نشغّل دماغنا، بس يبقى عندنا الحد الأدنى من المعرفة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو جيت على جزيء المَيّة، والمثال دوّة أنا باحب أضربه كتير، جزيء المَيّة H2O، يعني جزيء المَيّة متكوّن من جزيئين هيدروجين وجزيء أكسجين. الهيدروجين بيشتعل في الهواء الطلق. التجربة اللي كنا بنعملها في إعدادي ديّة والّا في ابتدائي مش فاكر، بنحط قطعة مغنيسيوم جوّه المَيّة فيطلع لهب أزرق بفرقعة. ليه؟ لأن المغنيسيوم بيتحد مع الأكسجين وبيطلع الهيدروجين بلهب أزرق وفرقعة، بيولّع في الهوا. الأكسجين بيساعد على الاشتعال والمَيّة بتطفّي. يعني ده كلام يقوله حد عاقل؟ يبقى أكيد جزيء المَيّة مش متكوّن من H2O. أنا كده شغّلت دماغي وبالمنطق، لكن وصلت لنتيجة في الشلاحات برضه. ليه؟ لإن أنا ما عنديش أي معرفة بعلم الكيميا. باتكلم في علم الكيميا وأنا جاهل جدًا بالمعرفة بتاعته. نفس الفكرة لو أنا مسكت مسمار حديد، رميته في المَيّة غرق، وسفينة وزنها 40 طن معمولة من الحديد هتعوم؟ آه، تعوم، بس لإن أنا واصل للمنطق بتاعي برضه عن طريق الجهل، ما بافهمش أي حاجة في الطفو خالص، باشكك إن السفينة تكون معمولة من حديد أصلًا. هاقول إن السفينة معمولة من خشب أو أي حاجة تانية بتطفو، لكن علم الطفو يخلّيها تطفو. إحنا كده لمّا بنفكّر في أي علم بدون أي معرفة بيه، بنبقى عاملين زي أستاذ جمال إسماعيل في مسرحية السكرتير الفني. أنا عارف إن الأجيال الجديدة كلّها مش عارفة أنا باتكلّم عن إيه، وده شيء سيء جدًا. أرجوكم اتفرّجوا على مسرحيات أستاذ فؤاد المهندس الأبيض وأسود، أرجوكم. والmaster piece في رأيي الخاص هي مسرحية سيدتي الجميلة ومسرحية حواء الساعة 12:00. في رأيي كمان حواء الساعة 12:00 أكتر من مسرحية سيدتي الجميلة، ده رأيي الخاص. بس شوفوا أنتم وقولوا لي آرائكم. ما فيش مسرحية أبيض وأسود لفؤاد المهندس مجلية. المهم السكرتير الفني
طالع في الأول هو مدرس وبيشتغل في مدرسة خصوصي وبياخد أجر متدني جدًا، بس المدرسة الخاصة ديّة الناس بتخش فيها بالفلوس عشان تتعلم. فمرة واحدة لقى واحد وهو قاعد كده، هو مدرس جغرافيا، دخل عليه واحد لابس الجلابية العِمة ومش عارف إيه، ده بيشتغل سماك، سماك بيبيع سمك، ودخل وخش ياه وعمال بيضرب في ابنه، وداخل عليهم بيقول له: "أنا عايز أفهم وأنا دافع دم قلبي عشان في الآخر تدّوا للواد صفر، طب ادّوا له صفرين، 3". هو طبعًا ده مستوى الجهل اللي بيقوله المشهد من أول لقطة. فالواد بيقول له ايه: يابا ده المدرس بتاع الجغرافيا بتاع الارض كروية تدور حول نفسها، من لما انت حمار صحيح تستاهل تسقط، وعمال بيضرب فيه. فقام الراجل اللي هو فؤاد المهندس قال له: لا يا معلم، ده عنده حق، هو مظبوط الكلام بتاعه. مظبوط؟ مظبوط ازاي؟ يعني انا انزل من بيتنا في شبرا ارجع الاقيه في بولاق؟ اهو الراجل ده الشخصيه اللي كان بيلعبها استاذ جمال اسماعيل، هي فكرت بالمنطق بس في حدود جهلها العلمي. هو جاهل تماما بالعلم بس مشغل دماغه، فوصل للنتيجه العبيطه دي، واصبح ماده كوميديا في العرض المسرحي. فبلاش نحط نفسنا في نفس المنطقه ونبقى احنا كلنا ماده كوميديا لاي واحد بيفهم نص فهم. ما نتكلم في حاجه نتكلم بالاسس العلميه، نتكلم واحنا عندنا الحد الادنى من المعرفه. تمام، اتكتبت الخطوط الثلاثه المصري القديم كتبهم بيها. حصل بعد كده ان بقى الحاكم اللي بيحكم مصر ده راجل جم اليونان طبعا بعد دخول اسكندر المقدوني، وبقى الحاكم يوناني، وبعد كده تحولت مصر لولايه تابعه للرومان بعد هزيمه كليوباترا قصاد اوكتافيان، اللي هو بعد كده اصبح اوكتافيوس، اللي هو اصبح اغسطس، اللي هو ايه في موقعة التيوما كانت كليوباترا ومارك انتوني قصاد. فخلاص دخلت مصر الامبراطوريه الرومانيه، اصبحت ولايه تابعه لحكم اغسطس اللي هو كان اوكتافيان في الاول. في التوقيت دوت بقى خلاص ابتدت تبقى اللغه اللي موجوده هي اللغه المصريه، لكن الكتابه بتاعتها مش بالخطوط الثلاثه. امال بقى خطوط اتكتبت بالحروف اليونانيه. ليه؟ لان ديت بقت لغه منتشره بتاعت اللي مفترض كانها الناس المثقفه اللي بتتكلم، ولان الطبقه الحاكمه كانت بتتكلم اللغه دي، فابتدوا يكتبوا اللغه المصريه باللغه بتاعه اليونان، بالحروف بتاعه اليونان. يعني اللغه المنطوقه منطوقه مصري، لكن مكتوبه بالحروف اليوناني، دي القبطيه. المصري القديم ساعتها لقى ان في حروف، في اصوات مش موجوده عنده. يعني ايه؟ يعني لقى في اصوات في اللغه المصريه القديمه مش موجود لها حروف موازيه في الابجديه اليونانيه، فاحتاس. فقال لك هنعملها ازاي ديت؟ لا نزود لها رموز. هي ايه الرموز ديت؟ زود لها 7 رموز حسب كتاب دكتور عبد الحليم نور الدين في اللغه ده، يعني الراجل من اهم المراجع العلميه. ال7 رموز دول اللي هم ايه؟ الفاي والشاي والخاي والتي والحوري والشيمه والجنجه. طبعا بعض الناس بتقول 8 لان هم اصلا كان في 7 لهجات من القبطي، في البحيري والصعيدي والفيومي والاخميمي، يعني كان في كذا لهجه موجوده منها. بس هو يعني دكتور عبد الحليم نور الدين قايل 7 رموز بس. ده عامل زي ايه؟ عامل زي ما عندنا دلوقتي نيجي نكتب العربي بالفرانكو، والعياذ بالله. انا الصراحه ما بطيقش الفرانكو، بس خلاص امر الله. الجين زي وجين الفا والحاجات اللي طالعه جديد دي ملهاش دعوه بطريقه تفكيرنا، فهم بيكتبوا بالفرانكو كتير جدا. والفرانكو قائم على ايه؟ على ان هو بيكتب اللغه العربيه بالحروف الاجنبيه الانجليزيه يعني. فعشان كده بيزود برضو الرموز اللي هي مش موجوده في العربي، زي الحاء تبقى 7 وزي الخاء تبقى مش عارف 5، والحاجات اللي انتوا بتعملوها في الفرانكو دي، انت فهمتوني. فبالتالي القبطيه ما هياش لغه. القبطيه هي اللغه المصريه القديمه بس مكتوبه بالحروف اليونانيه مع زياده ال7 رموز اللي انا قلت لكم عليها. تمام؟ طب هل القبطيه لغه ميته ولا هي مستخدمه لغايه دلوقتي؟ لا، مستخدمه لغايه دلوقتي. انا عايزكم تعملوا بعد ما تخلصوا رؤيه الفيديو ابقوا اعملوا سيرش كده على قريه الزنايه، وشوفوا الفيديوهات اللي معموله لقاءات مع الناس
في الزينيه بيتكلموا مع بعض بالقبطي، ويشوفوا محاوله الاذاعه اللي هم عاملينها بالقبطي برضه. ده منطقه جوه الاقصر. انما غير كده احنا عندنا الكنائس المصريه حافظت على اللغه القبطيه اللي احنا بنقول على اللغه القبطيه اللي هي اللغه المصريه القديمه لغايه دلوقتي. في الكنائس اللي بيتم تعليم القبطيه وبيتم تلاوه القداسات والصلوات بالقبطيه. فازاي هي لغه ميته؟ هي مش ميته. طب هل هي بالظبط اللغه المصريه القديمه؟ لا، في تغير حصل. ايه التغير اللي حصل؟ هو تغير الزمن. يعني ايه تغير الزمن؟ يعني طبيعه الحال اللغات مع الوقت بتتغير وتنشأ لغات جديده. ما تبصوش للعربي. العربي القرآن الكريم حافظ عليه بشكل كبير جدا. لولا وجود القرآن الكريم كنا هنلاقي لغات طالعه من العربي، كنا هنلاقي كل حته بلغه. لكن القرآن الكريم عمل العكس، وحد اللهجات المختلفه. كان في لهجات تميميه ولهجات حجازيه ولهجات حميريه ولهجات مختلفه، كانت ممكن تبقى كل واحده فيهم لغه، زي اللغات الاسبق اللي اندثرت زي الثموديه. يعني كان في لغات اسبق وراحت، وهي برضو كانت تعتبر اجزاء من العربي. لكن القرآن الكريم وحد اللغة العربية وحافظ على هذه الوحدة لما يقرب من 16 قرن، واللغة ثابتة. في اختلافات شوية في المعاني في بعض الألفاظ، لكن اللغة ظلت ثابتة. لو بصيت للغة زي الإنجليزي مثلا، شكسبير اللي هو في القرن ال17 واللي بيعتبر يعني علامة من علامات الأدب الإنجليزي، لو قريت أي حاجة باللغة اللي هو كتبها مش هتفهمها. اصل انا حاولت التجربه دي ومسكت الديكشنري ومسكت قصيده كده شكسبير كان كاتبها ومش لاقي اصلا الكلام، لان اللغه الانجليزي بتاعته دي بتسمى اللي هي رومانتيك انجلش، دي اصلا غير دلوقتي خالص. ذو ارت يعني يو ار، اللي هو حاجه تانية نهائي. احنا بنشوف ده حاليا بيحدث امام ناظرينا، يعني ايه قدام عينينا. احنا شايفين ايه؟ شايفين ان الامريكان انجلش دلوقتي مختلف عن البريتش انجلش، الافريكان فرنش مختلف عن فرنش، اللاتين سبانيش اللي موجود في امريكا اللاتينيه مختلف عن الاسبانيش سبانيش. ده قدام عينينا بيحصل. كل شويه اللغات بتتطور من بعضها. عشان كده بيتقال عن كتير من اللغات ان هم من ابناء اللغه اللاتينيه، يعني من ابناء اللاتيني. تلاقي الفرنساوي والالماني والانجليزي والايطالي والاسباني ليله كبيره جدا. وده طبيعي يحصل. تطور اللغات اللي غير ده في عندنا في اللغه العربيه، اللي غير القاعده دي هو وجود القرآن الكريم. هو دوت اللي ثبتها بهذا التثبيت. ديت من نعم الله علينا يعني. لكن اللغه المصريه القديمه استمرت فيها هذا التطور، تطور على مدى الاف السنين. يعني اللغه اصلا المصريه القديمه في الفتره بتاعه الدوله القديمه غير اللغه المصريه القديمه، مختلفه الى حد ما، مش اختلاف كامل يعني، اختلاف التطور في اللغه الوسطى، غير مختلفه في اللغه الحديثه، مختلفه في العصور المتاخره. لكن اول خطوه تفصلنا عن الكتابه المصريه القديمه كانت اختراع، او بمعنى اخر الكتابه بالحروف اليونانيه في القبطيه. لكن فضلت الكتابه موجوده في المعابد وفي المقابر، فضلت برضو الكتابه بالهيروغليفي شغاله، الهيروغليفي والهيراتيقي الى حد ما، بس سبيشالي الهيروغليفي فضلت موجوده وبتكتب فيها طول الوقت. الله، امال ايه؟ مفترض ما ننفصلش بقى. الانفصال جاي منين؟ الانفصال ابتدى يحصل بسبب الديانه المسيحيه. لأن لما تم اعتماد الديانة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية ابتدت تغلق المعابد. كل المعابد بقى هي اللي كانت فاضل بيتكتب فيها المصري القديم، هي اللي كانت فاضل بيتكتب فيها هيروغليفي. الباقي كله حتى لما بيجي يكتب اللغة اللي هو بيتكلم بيها كان بيكتبها باليوناني. المعابد بس اللي بيكتب فيها ده. فلما صدر اعلان ميلانو وبعد كده تم اعتماد الديانه بشكل رئيسي هي الديانه الرسميه للامبراطوريه الرومانيه، وابتدت تغلق المعابد تدريجيا تدريجيا لغايه اخر معبد مصري قديم اغلق، اللي هو معبد ايزيس اللي هو في فيلا، واللي هو فيه اخر نقش مكتوب بالهيروغليفي وبالديموطيقي موجودين عند بوابه هادريان. يعني كل ده ساعه ما حصل انفصلنا تماما عن الكتابه المصريه القديمه. مش انفصال حاد يعني، انفصال حصل بالتدريج. الاجيال اللي كانت بتعرف
ابتدت تموت، والأجيال الجديدة ما بتكتبهاش خالص، مع الوقت بالتدريج، لغاية ما بقيناش بنكتب مصري قديم، لكن لا زلنا متحدثين بالمصرية القديمة باللسان القبطي. يعني إيه قبطي؟ والله كلمة قبط أصلًا في تفسيرين ليها. تفسير سمعته من حنان رادوبيس، وحنان أنا باحترم إلى حد كبير طروحاتها، إن مدينة قفط في الصعيد كان اسمها أصلًا في الموسيقى القديمة قبط، ولإن مدينة قبط هي مدينة شهيرة جدًا على مستوى التجارة، وكانت مركز رئيسي للتجارة في العالم كله في التوقيت دوّة، فبقت بعض الدول المجاورة لمّا تيجي تقول أنا رايح مصر يقول أنا رايح قبط، اللي هي قفط أو قبط، اللي هي مع الوقت بقت قبطي يعني مصري في الأساس. وده بيحصل لغاية دلوقتي، إن بعض الناس تتكلم تقول لك بتيجي تتكلم على القاهرة تقول لك مصر، إحنا رايحين مصر، أو ييجوا يتكلموا عن إن الولايات المتحدة الأمريكية فيقولوا رايحين واشنطن، يعني بتحصل لغاية دلوقتي يعني. وده طرح بتطرحه حنان، لكن الأوقع في رأيي واللي أنا ميال ليه مع عدم اعتراضي على طرح حنان، هو إن مصر في الفترة اليونانية كانت بتسمى أيجيبتي، أيجيبت. فلما جم العرب في التوقيت دوت داخلين على مصر، وكان المصريين بيسموا أيجيبتيين بالنسبة لهم، فتم تخفيف كلمة أيجيبتي لكلمة قبطي بالنسبة للعرب، وأصبحت كلمة قبط أو أقباط أو قبطي دي كلها تدل على المصري في مطلق الأمر. منهم من دخل في الإسلام وظل قبطيا، ظل من اللي كانوا بيسموهم الموالي، لأن العرب بالذات في الفترة الأموية كانوا بيتعاملوا بتصنيفات، إن المسلمين من أصول عربية غير المسلمين من غير الأصول العربية، كانوا بيتكلموا بالشكل ده دايما بالذات في الفترة الأموية، وكانوا يتكلموا عن المسلمين من غير العرب على إنهم الموالي. ففضل الكلام دوت موجود برضو عندنا في مصر، وبقوا المصريين الأقباط المسلمين بيتسموا موالي. لكن احتفظ المسيحيين طول الوقت بان هم طبعا غير مختلطين اصلا بالعرب اللي جايين، لكن اللي اسلم من المصريين ممكن كان بيختلط بالعرب. فضل اجمالا ان اللغه المصريه المتداوله هي القبطيه. فضل لغايه امتى؟ لغايه اول خطوه في بعد دخول العرب والاسلام، هي خطوه حدثت على ايد عبد الملك بن مروان. وهو عبد الملك بن مروان هو خليفه شديد الاهميه في الدوله المروانيه، والدوله اسف الامويه، وهو في الاسره الثانيه في الدوله الامويه، لان الاسره الاولى هي اللي اسسها سيدنا معاويه، والاسره الثانيه اللي اسسها مروان بن الحكم. اشهرهم هو عبد الملك بن مروان، اللي هو اولاده الاربعه بقوا خلفاء من بعده، وبينهم هو ابن اخوه سيدنا عمر بن عبد العزيز بن مروان. فعبد الملك بن مروان كان ذكي جدا على مستوى السياسه، شايف ان هو الخلافه الامويه متسعه جدا وفيها ناس كتير مش من غير العرب ما بيتكلموش عربي. طب وهم هيحكمهم ازاي وهو مش عارف يتعامل بلغتهم؟ فعايز اللغه العربيه تبقى هي اللغه السائده عندهم، فعمل حركه اسمها تعريب الدواوين. تعريب الدواوين ديت يعني ايه؟ يعني خلى الدواوين تتكلم باللغه العربيه. الدواوين ديت يعني ايه؟ يعني الحكومه. فاي واحد عايز يخلص حاجه في الحكومه يروح بقى ان شاء الله ويعرف عربي ويجي لنا. المصريين برضو فضلوا يتكلموا قبطي، بس بقى يبقى في واحد بيتعلم ولا بتاع العربي ويبتدي يشتغل معاهم. تمام. لغايه الحاكم بامر الله في العصر الفاطمي، يعني احنا بنتكلم في 1100 تقريبا اللي ضايق، وكل ده المصريين بيتكلموا لسه قبطي. فهو ساعتها الحاكم في هبه من هباته، كان ليه هبات كتير، ممكن نعمل حلقات في وقت من الاوقات على الحاكم بالذات لانه هو شخصيه مثيره للجدل الى حد كبير. اصدر قرار بمنع التحدث بالقبطيه ولو كانت اما تخاطب ولدها، اللي يتكلم بالقبطي يتقطع لسانه. وعلى هذا انفصلنا عن اللغه كتابه وقراءه وقولا الا في الكنائس وبعض الأماكن الداخلية زي الزينية. السؤال التاني هنخليه في المرة الجاية لأن أنا طولت كتير جدا 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 دلوقتي، ونتكلم عن شامبليون.